بصوا في تقومة السراير انا عاجبني ايه؟ هتقولوا عليا ذوقي منيل والله، بس انا عاجبني الاصفر ده، هموت عليه. عاجبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي هيفتح معاكم الكرتونة ابو حنين. الكرتونة فيها ايه يا ترى؟ فيها اطقم سراير، بس المرة دي اطقم سراير اطفال. انا فتحت معاكم سراير، السراير الكبيرة، الاطقم الكبيرة. ابو حنين بقى المره دي هيوريكم الاطقم بتاعه الاطفال. بصراحه الكرتونه فيها 10 اطقم، بس تحفه، كل واحد احلى من التاني. يعني اللي هيروح يشتري سواء كانت عروسه بقى بتجهز او للبيت زي حالاتنا كده، او مثلا هتجيبيها انت واختك وتقسموها، انت وصاحبتك وتقسموها. بصراحه جميله. هو بس يمكن السرير الكبير عندي فيه مشكلة، ان كله منقوش. انا بحب السادة اكتر، مش عارفة، يمكن ذوقي مختلف شوية، بس انا بحب في السرير الكبير الملايات تبقى سادة. بحسها مريحة نفسيا عن ان هي تبقى كلها منقوشة وورد وبتاع. بس برضو بحب الحاجات المنقوشة. يعني لو شفت في اول الفيديو كده، انا اخترت الاصفر. الاصفر تحفة، جميل في الفرش، هيبقى كمان جميل، هيبقى مزهزه كده ومنور في الاوضه، خليها حلوه. كل الاطقم اللي انتوا شايفينها دي 6 قطع. سراير الاطفال 6 قطع. السراير الكبيره 5 قطع طبعا، خداديتين والمخدتين الكبار وملايه السرير طبعا. ولو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو، يا ريت نضغط لايك عشان نوريكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.